السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. برحب بكم من مطبخ ام انس. يا رب اكون عند حسن ظنكم دايما وعاجبكم، وان شاء الله حبايب قلبي وصفاتي تعجبكم وتقولوا في الكومنتات الجميلة بتاعتكم ايه رأيكم في القناة وفي الفيديوهات. النهاردة بقى حبايب قلبي هنعمل مع بعض وصفة جميلة جدا، انتوا اكيد عرفتوها، وهي السبانخ طبعا كلنا عارفين ان هي غنية جدا جدا بالقيم الغذائية، يعني فيها حاجات كتيرة جميلة مفيدة جدا للجسم. كلنا طبعا عارفين ان هي كحديد، حديد جميل جدا يعني للجسم، تستفادوا منه. وغنية كمان بالفيتامينات والمعادن والألياف، وكمان فيها كمية عالية جدا من المضادات الأكسدة. تعالوا بينا حبايب قلبي نشوف الوصفة بتاعتنا ونتكلم واحنا في الفيديو، ونشوف عملنا فيها ايه بالظبط وهنعملها ازاي. نسمي الله كده ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. وتعالوا بينا بقى نبدأ الوصفة بتاعتنا. النهاردة معانا لحمة طبعا، حطيتها انا كده بقى كالعادة زي ما احنا تعودنا ان احنا نعمل مع بعض اللحوم. غسلناها كويس بمحلول النقع بتاعنا، وكمان حطيناها بقى في حلة فاضية كده على النار، واسيبها تتلوح بقى كده، تنزل المية بتاعتها خالص، الصوص الجميل بتاع اللحمة. وحاطين عليها بقى اللي هو كالعادة برضو بنحطه شرايح الطماطم والفلفل والبصل، ونسيبها على جنب كده على نار هادية بقى، ان هي ايه تنزل العرق بتاعها كده. ونيجي نبص بقى نشوف الوصفة بتاعتنا الأساسية اللي هي السبانخ الجميلة بتاعتنا، اللي هتتعمل بطريقة سهلة جدا جدا جدا، هتعجبكم ومفيدة جدا وغذاها جميل جدا. تعالوا بينا نجيب حلة على النار كده، وحطيت فيها قطعة من الدهن أو اللي الموجود عندك يستحسن طبعا. مفيش موجود عندك مفيش أي مشكلة، أي مواد دهنية، مادة دهنية وخلاص. حطيت على الدهن بتاعي دوت معلقتين 3 من الزيت كده لحد ما الدهن بتاعي احمر بالطريقة اللي انتوا شايفينه ده، وادوني اللون ذهبي كده. بدأت ان انا انزل بالبصلة بتاعتي، متقطعة بصلة كبيرة كده او بصلتين وسط، وقطعتهم قطع صغيرة زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي. وبدأت بقى ان انا ادبلهم كده وفي الزيت، ودايما ايديا طبعا يكون بالتقليب المستمر فيه، بحيث حبايب قلبي ان البصلة بتاعتنا تاخد لون موحد كده، ما تبقاش ما تتحرقش مننا واحنا واقفين. لازم ايدينا يكون التقليب المستمر فيها كده. حبايب قلبي طبعا عارفين اللي هي السبانخ بتاعتنا فيها خافض ضغط الدم طبعا، يعني يستحسن، مفيدة جدا لمرضى السكر. بدأت حبايب قلبي كده، حطيت كمان يعني 5 6 فصوص من التوم كده، دقتهم كويس، فرمتهم نعمتهم خالص وضفتهم على البصلة بعد ما اتبلت. طبعا التوم والبصل بيحمروا بدون نفس اللون ذهبي كده. نبدأ بقى ان احنا ننزل بالطماطم بتاعتنا اللي انت فرماها طبعا. وكده حبايب قلبي الوصفة بتاعتنا تكون جاهزة بقى ان احنا نضيف عليها السبانخ بتاعتنا. سبتها بقى السبانخ كده على جنب، اللي هي الطماطم بالتقلية بتاعتنا بقت جميلة جدا، وادت لنا بقى السمك التقيل اللي انتوا شايفينه دوت. والزيت والدهن اللي انا حطيته وسيحته بان على وش الطماطم كده، يبقى كده اعرف ان الطماطم بتاعتنا خلاص اتسبكت بطريقة سهلة جدا. وعندي كمان اللحمة كانت خلاص صفت المية بتاعتها ونشفت خالص. بدأت ان انا ازودها مية واسيبها بقى ان هي تستوي معانا. في الوقت ده حبايب قلبي انا حطيت البهارات بتاعتنا بقى، اللي هي اي بهارات عندك طبعا، مش بهارات يعني مخصوصة ولا حاجة. فلفل اسمر، كمون، ملح طبعا، اللي هو بقى الكزبرة الناشفة، اي بهارات عندك حابة تضيفيها ضيفيها. وحطيت الكزبرة زي كزبرة وشبت، قطعته برضو قطع صغيرة خالص. وبدأت ان انا بقى احط السبانخ بتاعتنا واهرسها شوية كده، بحيث ان هي خلاص تغطس بقى كده في الطماطم بتاعتها، بحيث ان هي ايه خلاص تشرب منها بقى. واسيبها على نار هادية شوية زي ما انتوا شايفين كده، سبتها على نار هادية شوية، اتشربت من بعضها كده واتسبكت معاها. في الوقت ده حبايب قلبي جاهز معايا بقى شوية فريك كده ضفتهم عليها،
بجد بجد بتودي السبانخ في حتة تانية خالص، بتخليه جميل جدا جدا فوق ما تتخيلي ولا تتصوري. جربيه كده واعمليه. في ناس بتحط عليها رز، وفي ناس بتحط عدس، وفي ناس بتحط فريك، بس انا طبعا الفريك بيخليها جميلة جدا جدا. تقدري تضيفيه وتجربي الوصفة وتجربي بنفسك كده حبيبة قلبي، وتقولي لي في الكومنتات ايه رأيكم بقى في الخطوة ديت. بعد كده حبايب قلبي، علشان طبعا السبانخ بتاعتنا تتهرس قوي كده، ما تبقاش باين لها جذور ولا اي حاجة كده. بدأت حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين كده، ضفت السبانخ بتاعتنا وهرستها شوية بهرسة البطاطس، وزودتها بقى كرنبين كده من الشوربة بتاعتي الجميلة. وبدأت بقى حبايب قلبي ان انا ازودها، وسبتها بقى ان هي تستوى براحتها كده. كنت عملت جنبها طبق رز جميل ابيض كده، ومعانا الشوربة بقى الجميلة بتاعتنا برضو. وحطيت بقى في التقديم زي ما انتوا شايفين كده بقى، دي السبانخ بتاعتنا، وديت اللحمة الجميلة بتاعتنا، وكمان وكمان مج من الشوربة. وبصوا بقى، عينكم ما تشوف الا النور، سبانخ باللحمة، يعني بروتين، يعني حديد، يعني حاجات كتيرة جميلة جدا. شوية شوربة بقى يسلكوا الصدر كده بليمونة معصورة عليهم كده، والرز كمان مفلفل وجميل جدا. بعمله بطريقة سهلة جدا، هبقى انزله معاكم. ايه رأيكم حبايب قلبي؟ اكتبوا لي في الكومنتات بقى حبايب قلبي ايه رأيكم، وكمان شجعوني كده باللايكات والسلام.